ما تيجي نحكي حكاية عمور وشفيقة، قصدي تيمور وشفيقة، بس بطريقة عمرو دياب. مساء الفل يا حلوين. فيلم تيمور وشفيقة فيلم رومانسي اكشن كوميدي حزين مفرح كئيب ولذيذ. ايوه هو كوكتيل مشاعر، وعشان كده هنعمله ميكس مع اغاني عمرو دياب. وعلى فكرة الفيلم فيه رسالة مهمة بتبان في اخر الفيلم. يلا بينا نحكي الحكاية. كان يا مكان كان في ولد اسمه تيمور وبنت اسمها شفيقة، وكانوا ساكنين في نفس العمارة وكمان في شقتين قدام بعض، وكانوا لسه صغيرين لما بدأت الحكاية. وهتبتدي الحكايات معنك قالت لي حاجات. دي عشان يا تيمور؟ ايوه دي هدية عيد ميلاد. لا وجايب لها هدية كمان، اهو كده بان عليه علامات ما خلاص كفاية سكات. بتعدي الايام وتيمور وشفيقة كبروا والحب بيكبر معاهم. احساس جميل صعب اوصفه واللي انت لازم تعرفه. عمرك ما هتميز على حد غيره. وانا قلبي كنت محلفه لا يحب ولا يهوى. بذمتك ينفع ابقى راجل حد تاني غيرك يا شفيقة؟ شفتك نسيت انا كل ده ومشيت عينيا مغمضة. وحشتيني. انت كمان وحشتني. على فين واخدني معاك كده مع روحك الحلوة. المهم تيمور راجل شرقي قوي وغيور قوي، بس لا رامز ولا اي ذكر خلقه ربنا يتقال له اكتر من صباح الخير. وشفيقة جميلة ورقيقة لكن شخصية قوية وعنادية. طب روحني بقى دلوقتي حالا يا اما هنزل اخد تاكسي. طول الوقت تيمور وشفيقة نائر ونقير، لا هيتلبس ولا وانت لوحدك ولا وانت معايا. طول الوقت بيتخانقوا وبيتعاتبوا. المهم تيمور بقى ظابط وشفيقة اتخرجت واشتغلت. تيمور جاله مأمورية وهيسافر، وشفيقة طلبت منه انها تسافر مع صاحبتها تصيف في الغردقة. ما تخليني اسافر معاهم. نعم يا اختي. السقا بيردح يا جماعة، وطبعا ما وافقش. وهم 3 ايام في الغردقه ولا 3 دقايق يا شفيقة، من امتى ان شاء الله؟ ايه بقى شفيقة تقرر انها تروح من وراه. ايه ده معقولة؟ ايوه يا عم، ما انا لسه قايل لك ان شفيقة عنادية. المهم شفيقة تروح الغردقة، وعشان حظها البلاك تبقى مأمورية تيمور في الغردقة، ويشوفها تيمور ويعرف انها كدبت عليه، بس ما يعرفش انها فعلا كانت هتقول. تيمور بيحب شفيقة وبيخاف عليها، وشفيقة شايفة تيمور عايز يعمل سيسي، ولا هسمح لك انك تمحي شخصيتي عشان انت عايز تعمل فيها سيسي. وانا شايف انك غلطانة ولازم تعتذري. وشفيقة مش عايزة تعتذر عشان هي شايفة انها ما غلطتش. غلط كان في اسلوب الحوار من الاول. ده اسلوبي ومش هيتغير. شفيقة بتحب تيمور، بس المشكلة ان شخصيتها كده مش قابلة حد يسيطر عليها. المهم المشكلة كبرت واتفقوا انهم يفترقوا ويبقوا اخوات وصحاب، وطبعا كلنا عارفين ان اصعب فراق ما هم لو افترقوا وكل واحد راح لحاله مع الوقت ممكن ينسوا، لكن الفراق ده فعلا. ماشي يا شفيقة براحتك. وافقت غصب عنه وافقني غصب عنه. عارف انت لما تبقى السكينة سرقاك وبتتصرف وانت مش حاسبها؟ والتعبير احيانا بيبقى فيه لحظات بناخد فيها قرار وبعدها نحس ان ما كناش في وعينا. لؤانا هادي هو عايز يقول ان لؤانا بارد بس بشياكة. عارف انت لما هي تقول لك هو في حاجة فتقول لها لا مفيش، بس الحقيقة ان في حاجات. ما تكلمها تطمن عليها. هي ما ادتكش نمرتها ولا ايه؟ لا الحقيقة ما ادتنيش الرقم. ما تكلمي رامز تاخدي منه النمرة. انت متغاظ من رامز ليه بقى ان شاء الله؟ مع انه كلام حبايب عقبال ونشوفه ويا ازيك يا رامز؟ اللي هو يعني مش احنا اصحاب؟ طب اشرب بقى. شافني شايفه يعني انا هرجع الترابيزه مع رامز. يعني هفرسك، هو انت لسه شفت حاجة؟ قعدوا 7 سنين اخوات وصحاب. شفيقة بقت وزيرة وتيمور بقى الحارس الشخصي بتاعها، وبيفضلوا على نفس الاتفاق وكرامتهم واقفة في طريقهم، مع انها مش قصة حب عادية، دول عاشوا مع بعض. كل حاجة والبداية في كل شيء. فتح حب أول مرة يجي لما قلبي كان بريء. ما هو ده حب الطفولة والبراءة. انت أول حد يمشي ودمعتي تنزل عليه. ما هو مش اي حب الدموع تنزل عليه. انت أول كل حاجة بتجرى ليا. طبيعي اول كل حاجة ما بتتنسيش. كنت أول روح بتلمس
بصراحة مش لمسة ايد، دي لمسة روح. كنت اول حب يجي ونفسي يفضل. هو ده اول حب، وهي دي مشكلته، انه غالبا مش بيفضل. المهم معالي الوزيرة عندها مؤتمر وهتسافر، ومعاها تيمور الحارس الشخصي بتاعها، والاتنين فرحانين وحاسين كأنهم طالعين رحلة مع بعض، مش يمكن يرجعوا لبعض. وفعلا تيمور كان عامل لها مفاجأة في الاوتيل عشان عيد ميلادها، واخدها بره يفسحها، واخيرا فرحونا ورجعوا لبعض. حبيبي يا تيم. عارف بتعمل فيا ايه كلمة حبيبي؟ بحلم باليوم اللي تلبسي لي فيه الفستان الابيض طرح. زي اللي اول مرة بيحس بامان. بس بشخصية تيمور وشخصية شفيقة المواضيع مش بتمشي سهلة. تيمور عايزها تسيب الوزارة عشان يتجوز، وشفيقة شخصية قوية وعنادية وعندها طموح. تيمور خيرها بينه وبين الوزارة. وانا مش هسيب الوزاره يا تيمور. يبقى خلص الكلام كده يا معالي الوزير. ويا خسارة، حلال يا عمري ولا حرام؟ في مليون ضابط حراسه زيك، وانا وزيره وناجحه واللي زيي قليلين في الدنيا. بنتغير مع الايام. شفيقة اختارت الوزارة ورجعوا يكملوا نكد، ويا فرحة ما تمت. كل واحد فيهم شايف ان هو الصح ومحدش عايز يتنازل. المهم شفيقة رايحة المؤتمر ومعاها تيمور، وتيجي عصابة تخطف 3 وزراء ومن ضمنهم الوزيرة شفيقة، عشان العصابة تفوض عليهم قدام زعيم العصابة اللي مقبوض عليه. وتيمور بيعمل شغل جامد وبيعرض نفسه للخطر عشان سيادة الوزير، او الاصح عشان شفيقة حبيبته، وبيحصل اكشن جامد قوي. وفي الاخر تيمور بينقذ شفيقة وبيثبت لها قد ايه انه بيحبها. ناديت بشوق ناديت قلتيلي تعالى جيت. اصل الحب مواقف مش كلام حلو بس. هعاتبك على اللي فات ولا حتى لوم عليك. ما هو في حد تاني يقول لها شفت دماغك عملت فينا ايه، ويفضل يأنبها. وقولي لهم مش ندهاني هو اللي وحشته وجاني. ايه يا عم الجنتلة والعظمة دي؟ انا مهما هيحصل بينا مش هبعد عنك تاني. لا ومش كده وبس، وبيقول لها قولي لقلبك يسمعني مش دمعه اللي مرجعني. يعني كده كده كنت هرجعلك، من غير ما تنادي وتبكي الشوق كان هيرجعني. يعني كرامتك محفوظة. هو في جمال كده؟ مشتاق لضحكتك يا اجمل ذكريات. انا عايز اقول لك ان عامل الحلقة دي كلها عشان الاغنية دي. وديني لجنتك يا اغلى من حياتي. كان نفسي اسمعها لكم كامله من غير التعليقات بتاعتي، لكن عشان الكوبي رايت. المهم تيمور انقذ شفيقة بعد شويه اكشن حلوين. هو مش معقول يبقى معاك السقه وتعمل لي فيلم رومانسي كده من غير اكشن. تيمور اتصاب وفي الاسعاف وشفيقة جنبه وبتتنازل عن الوزاره. انا لا عايزه منصب ولا عايزه الوزاره، انا عايزك انت تيمور. وهي دي رساله الفيلم، طبعا فاهم. ونهايه سعيده وبيتجوزوا، وفي الفرح وفي اخر مشهد تيمور وشفيقة بيتناقروا، ودي اوقع حاجه في الفيلم. ما هو بشخصيه تيمور وشخصيه شفيقة لازم يتناقروا. بعيدا عن الفيلم، في مره عمرو دياب كان في برنامج والمذيع بيساله ايه سبب الانفصال بينك وبين الفنانه شيرين رضا، لماذا طلقت؟ فعمرو دياب قال له لازم يبقى فيه ريس في البيت على مركب، مش ممكن يبقى فيه 2. اعتقد ان دي برضو كانت رسالة فيلم تيمور وشفيقة. ما تنساش بقى تشترك في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية، وبقى اتفرج على الحلقات اللي فاتت. سلام.